زي ما انتم شايفين الف مليون هنا وشفها. اكل امهاتنا وجداتنا ان شاء الله هيعجبكم. وزي ما قلنا لكم ما وقفناش كتير في المطبخ، اهم حاجه بس تجهز الحاجه. والملوخيه دي ملوخيه ناشفه تمام، شايفين شكلها كانها خضره. بالف مليون هنا وشفها. وزي ما انتم شايفين كفته داوود باشا باسهل طريقه. بصوا الطراوه، انا عايزه اوريكم ايه طراوتها. شايفين بصوا، ما استحملش حتى ان انا امسكها اهي. شايفين عشان ما حدش يقول لي آلية ومش آلية، لا اتبعوا بس الطريقه دي بتاعت امهاتنا واجدادنا وان شاء الله هتعجبكم. والف مليون هنا والشفا. عملنا الرز عملنا شويه تقليه على جنب اللي يحب ياخد تقليه على الرز. بالف هنا والشفا. وكده الاكل معانا خلص. ما تنسوش يا حبايبي تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وتشيروا الفيديو لاكبر عدد من المتابعين عشان نكبر بيكم ان شاء الله. واهم حاجه ادعوا لي دعوه حلوه في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة سر وصفة ماما. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة بتاعة الأجداد والأمهات إن شاء الله، مفيش حد هيختلف عليها بإذن الله. طبعا انتوا شايفين قدامكم إيه؟ داوود باشا ده أكلة الآباء والأجداد والأمهات وإن شاء الله هتعجبكم تمام. أنا عاملاها ومفرزاها. هي عبارة عن إيه؟ لحمة مفرومة متاخدة وشين ومحطوط عليها بصلاية صغيرة تمام، والملح والفلفل بس مش اكتر، لان احنا قلنا ايه ده اكلات الاجداد بتاعتنا، اجدادنا وامهاتنا هي اللي كانت بتعملها. وهوريكم طريقه فيها بتاعت ايه امهاتنا تمام. ومعايا صلصه طبعا ماشي، انا هعملها بالصلصه. ومعايا حمرت حبه بصل تمام. خليكم معايا عشان اوريكم الطريقه حبايبي. زي ما انتم شايفين انا حطيت البصله اهي على النار. هي كده انا ايه مدبلاها تمام. هديها تقليبه في حبه ايه، اللي عايز يحط سمنه تمام، عايز يحط زيت تمام اهو. وفي الناحيه التانيه عشان ما اقفش كتير في المطبخ حاطه شويه زيت، وهحط لهم ايه شويه شعريه، كوبايه شعريه تمام. وهعمل ايه رز بالشعريه، وهوريكم هياخد قد ايه الرز للبنات حبايبنا اللي عايزين يتعلموا تمام. انا هسيب ايه الشعريه تتحمر، والبصله انا ايه زي ما انتم شايفين كده على النار هديها تقليبه بسيطه. انا كده ايه هي دبلانه معايا ومصفره زي ما انتم شايفين. هصحصحها بس حبه وهبتدي اطش عليها الطماطم. خليكم معايا حبايبي. زي ما انتم شايفين اهو كده ايه البصله تمام صحصحت معايا حبه اهي. رجعت اخليها ايه تصحصح معايا تاني زي ما هي كده تمام. دبلانه مش محمره. وهطش عليها بسم الله الطماطم. زي ما اتفقنا دي اكلات امهاتنا وجداتنا اهم. زي ما انتم شايفين هحط لها حبه شوربه صغيرين اديها بس ايه غلوه، وهوريكم هعمل ايه. وفي نفس الوقت انا بعمل الناحيه الثانيه الشعريه، بحمر الشعريه عشان اعمل شويه رز عشان ما اوقفش كتير. خليكم معايا عشان اوريكم اما تغلي حبايبي. زي ما انتم شايفين داوود باشا اهي. انا كنت مفرزاها، انا بس حبيت اوريكم انا مفرزاها ازاي بين طبقه وطبقه. حاطه ايه كيس بلاستيك تمام اهو. زي ما انتم شايفين اهو. ما بحطهمش على بعض تمام. انا ده دلوقتي ايه مستنيه بس الصلصه تغلي مع كوبايه الشوربه اللي انا حطيتها تمام. شايفين اهو هو ده بنفس الطريقه كده. وهاخدها واوريكم هعمل فيها ايه وانا برضو ايه شغاله على البوتاجاز. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين الشعريه اتحمرت معايا وانا هبتدي احط لها الرز. انا حاطه كوبايه وربع شعريه تمام، ودول 3 كوبايات ونص رز. هوريكم هحط لهم قد ايه ميه. خليكم معايا. هحط لهم دلوقتي ملح وشطه. الرز معايا انا بحط له ملح وشطه تمام. هفضل اقلب فيه كده لحد ما ايه ما يبقاش فيه ميه خالص ويشخول كده معايا. هوريكم هحط له قد ايه ميه. خليكم معايا حبايبي. طبعا ايه البصله مع الطماطم اهي انا حطيت لها ايه كوبايه ونص شوربه تمام. وهعمل ايه دلوقتي هحط لها حبه ملح وحبه فلفل اسود تمام اهو، وحبه شطه. هي بس مش اكتر من كده تمام، لان انتوا عارفين جدودنا كانوا بيحطوا ملح وفلفل مش اكتر تمام. بس هي دي التوابل اللي انا هحطها. طب هتعملي ايه تاني؟ هبتدي احط وهي بتغلي كده. شايفين الكفته اهي، ولا حمرتها ولا اي حاجه. هم امهاتنا واجدادنا كانوا بيعملوا كده اهي.
هسقطهم اهو، بس مش فوق بعض، بعيد عن بعض. واتفرجوا بقى على احلى داوود باشا. تمام زي ما انتم شايفين كده، انا ايه برصهم، مش بحط حاجه فوق حاجه اهو. طيب انا كملت كده صف. طب انا عندي تاني هستنيهم يغلوا غلوه زي كده واروح حاطه الصف التاني. خليكم معايا حبايبي. زي ما انتم شايفين الرز اهو معايا، انا هحط له الملح بتاعه. برضو انا الرز بعمله ايه بملح وشطه. تمام اهو. برضو ايه انا ديني ايه بديله تقليبه على النار عشان ايه يشخول معايا، عشان هحط له الميه. احنا قلنا 3.5 رز وكوبايه وربع شعريه. تمام هوريكم انا هحط له، هقول لكم ايه حطيت له ميه قد ايه. خليكم معايا حبايبي. زي ما انتم شايفين انا ديني ايه بحط الميه على الرز. تمام كده. انا حطيت لهم ايه لحد الان 4 كوبايات، لان انا بملى الكوبايه نص نص بس. كده ايه 4 كوبايات. تمام هحط لهم نص كوبايه كمان، يبقى 4 كوبايات ونص. تمام زي ما انتم شايفين كده 4 كوبايات ونص. شايفين معايا؟ بس كده مش هحط لهم تاني، لان انا حاطه 3 كوبايات ونص، حطيت لهم 4 كوبايات ونص، وحطيت لهم الملح والشطه بتاعته. وهبتدي ايه اغطيه بقى يغلي اول غلوه، وبعد ما يغلي هروح ايه مهديه عليه ويطيب ايه على نار هاديه. خليكم معايا حبايبي. انا استنيت اما غلى غلوه وابتديت احط ايه فوقيه الكفته التانية، عشان انا مش عايزاه هي مش هتفك، بس برضو عشان ما ينفعش احطهم فوق بعض لازم اديها غلوه. وابتدي احطهم، مش هقلب، محدش يقلب. تمام اهو هسيبهم يغلوا غلوه. تمام هحط لهم برضو ايه كوبايه شوربه تاني. تمام عشان انا مش عايزاها تتقل غير اما الكفته بتاعت داوود باشا دي تستوي. فخليكم معايا زي ما انتم شايفين. تمام انا خلاص هو اخد غلوته. تمام وانا ابتديت اقلبه اهو زي ما انتم شايفين، ولا واحده هتلاقوها امشوا معايا على طريقه الكفته دي، ولا واحده هتفك منك باذن الله. تمام بس هي طبعا لسه ما استوتش، فانا ديني ايه بديها تقليبه وندوق الحياء بتاعها، وبعد كده نديها كام غلوه. هي مش هتاخد ايه اكتر من 10 12 دقيقه على النار، وبعد كده هنطفي عليها، لان احنا عارفين اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت. تمام فداوود باشا احنا عارفين ان ده لحمه مفرومه. الناحيه التانيه بقى احنا قلنا هنعمل اكل امهاتنا وايه وجداتنا، فهعمل شويه ملوخيه. طب انا ما عنديش شوربه، هحط شويه ميه كده على النار وهتبلهم وهجيب الملوخيه. انا المره دي عندي حبه ملوخيه ناشفه. تمام حطيت لهم التوابل بتاعتهم الشطه والملح، وحطيت لهم حبه مرق. تمام هقلبهم كده، والميه اول ما تسخن دول كوبايه ونص ملوخيه ناشفه. تسخن بس الميه ما تغليش، تسخن وايه وهحطها واوريكم. تسخن بس الميه. خليكم زي ما انتم شايفين الميه سخنت معايا. هاخد لها حته تومه، اتفرجوا بقى ايه على الطعم. تومه، وهحط انا الملوخيه بحط لها ايه حبه شطه كمان وحبه ملح فلفل. انا كده كده متبله الملوخيه، بس هحط لها حبه صغيره تسخن مع ايه ده. تمام زي ما انتم شايفين كده. وانا مهديه ايه اهو، انا ديني مهديه على الرز زي ما انتم شايفين. الرز انا مهديه عليه خالص، انا ما حطيتش ميه اللي انا قلت لكم عليهم ال4.5 بس ميه. تمام ما حطيتش ميه ومهدياه. وزي ما انتم شايفين الكفته بتغلي معايا، وفي نفس الوقت انا هعمل هنا ايه حبه الملوخيه، عشان زي ما انا وعدتكم مش هتقفي كتير في المطبخ. اهم حاجه تجهزي الادوات بتاعتك بس، وهتبص تلاقي كل حاجه خلصت. طيب ادي الملوخيه سخنت معايا. هبتدي ايه بسم الله هنزل فيها الملوخيه الناشفه، وهبتدي اقلب بسم الله. وانا ايه مجهزه لها التومه بتاعتها. هديها تقليبه كده، هفضل اقلب فيها واشوفها عايزه مني شوربه تاني ولا لا. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين انا حطيت لها ايه حطيت لها كوبايه الملوخيه، كوبايه ملوخيه
كوبايه ملوخيه ناشفه. تمام. حطيت لها كده ايه، كوبايتين ونص شوربه. تمام. ما عندكيش شوربه قلنا ايه، حبه ميه وحبه مرقه وشطه وملح وفلفل والدقه بتحطيها. تمام. زي ما انتم شايفين كده معايا. انا هديها بس غلوه زي ما هي كده، وبعد كده طشلها. ماشي. خليكم معايا عشان ايه اجيب لكم حته الطشه. تمام. هنا ايه الرز معايا استوى زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا ما حطيتلوش زي ما انا قلت لكم 3 ونص رز، وحاطه كوبايه وربع شعريه. بصوا مفلفل ازاي معايا اهو. انا كده ايه هو استوى معايا. انا ما حطيتلوش ميه تاني غير ال4 ونص ميه. تمام اهو. والكفته معايا على النار بتغلي اهي. عقبال ما اخلص الملوخيه هكون طفيت على الكفته. يبقى كده الاكل معانا خلص، ما كملش حاجه. خليكم معايا عشان اخر حاجه طشه الملوخيه. زي ما انتم شايفين كده ابتدت ايه هتاخد غلوه. تمام. اول ما ابتدي اهو، اول ما هلاقيها بتدي الغلوه دي هاخدها وابتدي ايه اطشلها. تمام. كده الكوبايه خدت معايا، الكوبايه ملوخيه ناشفه اخدت معايا 3 كوبايات شوربه. تمام. خليكي معايا وانا هديكي ايه القعد بالظبط زي ما انتم شايفين كده. انا هشيلها بقى من على النار. تمام. وهبتدي اعمل لها الطشه. خليكم معايا اوريكم الطشه. حبايبي زي ما انتم شايفين انا حطيت السمنه. تمام. زي ما انتم شايفين كده معايا. وهحط لها ايه التومه بتاعتها. التومه توم وكزبره بس بتاعت الملوخيه. تمام. اديني انا بعمل لها الطشه بتاعتها. زي ما انتم شايفين التومه حمرت معايا اهي. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبتدي ايه احط لها ايه بسم الله. ادي الملوخيه كده، الملوخيه الناشفه. تمام. بكل تفاصيلها. والله ما حد هيقول لك هي بتاخد قد ايه ولا الطريقه ازاي. ما حدش طبعا هيصدق ان دي ملوخيه ناشفه مش ملوخيه خضراء. انتوا شايفين تحسيها ان هي ملوخيه ايه خضراء، لكن هي والله ملوخيه ناشفه وانا وريتها لكم. ما حدش هيقول لك التفاصيل غير في قناه سر وصفه ماما. وطبعا هنا خلاص الكفته خلصتها اديني هطفي عليها، والرز خلصناه كده ما وقفناش اكتر من نص ساعه، ودينا ايه طبخنا طبيخ امهاتنا. تمام. وخلاص خلصنا بألف هنا والشفا.